اي زميل ليا بعد باب الجامعه اسيبه وامشي. انا ما كانش المفروض ادخل جامعه لان فكره الجامعه دي هي عباره عن تضييع وقت. انا استفدت ايه من ال 48 امتحان اللي رحت امتحنتهم؟ لا مش حقيقي. اهم حاجه في الجامعه هو انك تعرف ازاي تستغل وقتك صح. ما بنتعلمش حاجه والله، صدقني. مارك زوكربيرج قال كده. مارك زوكربيرج لوحده ماشي من الجامعه اصلا، ما كملش. ما احنا اصبر عليا بس هحكي لك هو ليه مشي من الجامعه. بس مش عشان يروح يفتح فيسبوك وينجح ونعرف ان هو نجح بسبب فيسبوك من غير ما يدخل جامعه. لو ما كانش حط حجر الاساس في الجامعه وعرف ازاي يستغل علاقاته ووقته في الجامعه ما كانش هيعرف يفتح فيسبوك. ممكن. انا اكس وانا ايمان، وده بودكاست اول مره اللي بنقدم لكم فيه تجاربنا وخبراتنا في الحياه، واول مره نجرب فيها كل حاجه. وحلقه النهارده عن اول مره ندخل الجامعه. اكس ايمان، دخلت كليه ايه؟ دخلت كليه تجاره عين شمس. انت بتهزر بتتكلم والله بجد؟ يعني في الاخر احنا الاثنين انا انت فعلا طلعتي تجاره عين شمس؟ انا تجاره عين شمس والله العظيم. وانا كمان انا مش مصدقه ان احنا نعرف بعض كل ده وجايين دلوقتي بنعرف ان احنا دخلنا نفس. انا عايز اعرف انت اتخرجتي سنه كام، بس يعني مش عايزه تقولي للكاميرا عشان الناس ما تعرفش سنك. هقول لك بعدين بعد بعد التسجيل. انت كنت حاببها؟ لا طبعا، ده انا يعني كنت هموت. انت دخلتها ليه؟ انا دخلتها عشان مضطر. الناس كان عندها قوانين ومقاييس زمان غريبه، يقول لك لازم تجيب رقم عالي عشان تدخل كليه عاليه. ما انا افرض مش عايزها. اهم حاجه تبقى دكتور يا مهندس. وبعدين في الاخر بقى حساله تلاقي نفسك اي حد في المجتمع مش مهم بعد كده، يا دكتور يا مهندس. وانت لا دخلت وصيدله وقتها. دلوقتي لا بيقولوا على بتوع صيدله دول صيدلاني. صيدله بيقول لك صيدلاني يعني انت واقف بياع في صيدليه بالظبط كده بتبيع. وايه ده كان بيدخل 7 سنين ولا 6 سنين. وما كنتش فاهمه بقى غير انه انا لازم اجيب مجموع كبير، مش فاهمه ليه. بس انا كنت عارفه انا كنت عايزه ادخل ايه. انا كنت عايزه ادخل اعلام. صح، فعلا كنت عايزه تدخلي اعلام يعني. كان عندي هدف. اعلام دي رقمها اعلى من اللي انت فيه كتير والله العظيم. انا فرقت على نص درجه. لا كم في المية انت؟ كم لا مش هقول كم في المية. انا فاكر كم في المية. فاشله جدا. انا جايب 91.5%. ايه ودخلت تجاره؟ ايوه لان جات لي عين شمس سوري جات لي هندسه اقاليم وحاجات كده. انا بصراحه بقى ما كنتش قلت يا اما يا جماعه هلعب في المحترف يا خلاص انا فاشله بقى من ضمن الفاشلين، ما توجعوليش دماغي. هي دي بقى المشكله الثانيه ان المجتمع بيليبل يو از ان انت فاشله عشان دخلتي كليه درجه. انت اصلا من اول مجموعك خلاص. انا في سنه تانية جبت 85% فخلاص اتصنفت فاشله. ايه ده فاشله خلاص 85%. مين اللي صنف بقى واحد فاشل اصلا؟ ايوه طبعا يعني كله بقى وخلاص بقى. ويعني الاهل كانوا بيستخدموا مسطره للقياس. الاهل كانوا بيستقبلوا التعازي بقى وقلبي عندك يا حبيبتي ومعلش وتعوضي في الثلاثه الباقيين بقى. دي ما نجحتش بيشوفي الثلاثه الباقيين وخلاص. كان اتسلوز جيم يعني 85% في سنه تانية. الموضوع ده مش دلوقتي كده اصلا، الموضوع ده اختلف تماما. اكيد الموضوع اختلف بكتير واصلا طريقه تفكير الناس اختلفت بكتير. بس انت متخيل انه حياه الواحد كانت واقفه على المجموع، على الدرجه، ده حقيقي على الرقم ده. انت very limited على انت يا اما بتتعامل من الكوميونتي كله على ان انت تشامبيون وانت بطل وكل بيسقف لك وبيهيص لك وبيقول لك يا دكتور في الرايحه ويا دكتور في الراجعه، وبتعلق على باب اوضتك يافطه كده اسمها دكتور اكس. يا اما انت يا عيني بقى معلش بقى نداريك خيبتنا بقى في اي حاجه تاني بقى يعني فاهم. كل المجالات اللي موجوده في الدنيا اي حاجه تانية خلاص نداري خيبتنا بقى. انت عايز تدخل تجاره يا فاشله يا فاشله. فانا دخلت على نص درجة. انا مش فاهم الكلام ده كان موجود عندنا بس في مصر ولا في باقي الدول؟ يعني ممكن باقي الدول بيتعاملوا مع الموضوع بكونسبت مختلف يعني. يمكن صح عندك حق. يعني احنا كده عشان احنا 120 مليون ولا مش عارف كام مليون، احنا 100 وشويه. فاحنا كانوا بيقولوا ان كليه التجاره دي كليه الشعب. صح. اي حد ما دخلش كليه كذا يدخل ده. فمش عارف باقي فلو الناس اللي بتتفرج علينا من دول تانية يكتبوا لنا في الكومنتات، اكتبوا لنا في الكومنتس تجربتكم كانت ايه في الثانويه العامه وقبل الجامعه بالزبط. ودخولكم للجامعه بالظبط. طب كنت بتعملي ايه بقى بين المحاضرات او بعد الجامعه؟ يعني انا عايز اعرف الوقت الفاضي. ما احنا دخلنا الجامعه بقى، المفروض الجامعه دي شهيصه. كنت بستكشف بعض الاكلات الغريبه الممنوع من تناولها داخل المنزل. لا بتهزري، هو انتوا كان عندكم اكل ممنوع في جوه البيت ولا ايه؟ سندوتشات الحواوشي ده ممنوع؟ ليه؟ ممنوع تجاب من بره. كانوا بيقولوا كلاب وحاجات كده. ها انا بقى اكلت بقى ايه سندوتش حواوشي فراخ. انت دي ما حصلتش. ده جديده دي بقى بيور
قطط وكلاب. بقول لك انت محضره الرد ده؟ لا محضره بجد لا الرد والله والله محضره. يعني انني استكشف ما وراء خارج المنزل. والله جه دلوقتي حالا على بالي. اصل حسيته طالع لغه عربيه فصحى وبصيتي في الكمبيوتر فحسيت انك كاتباه. ابدا. اوكي هايل هايل. فبس فكل ده بعد- ده- الاكلات اللي ممنوع اني اكلها في البيت. طب ايه تاني معلش غير الحواوشي؟ كشري. كنتوش بتاكلي كشري؟ ده انا كنت باكله في الكيس يعني. ده كان امتع حاجه في حياتي لما الشله بتطلع كده وكله عايز بكام بنص جنيه. عارفه بعد 10 سنين اكتشفت ان في اوبشن الكشري يتاكل في كيس او يتاكل في رغيف. يس ده ليفل بقى يعني كان اللي ما جربش الناس كلها اللي بتاكل الكشري دلوقتي، الناس كلها اللي بتاكل الكشري دلوقتي بالمعلقه وفي البتاع ده فايتهم نص عمرهم لانه ما كلوهوش في الكيس او في أنا ما العيش. جربتوش قبل كده في الكيس. طب انت كنت بتعمل ايه بين المحاضرات ما اصلا ما كانش عندي اللي ما كنتش محاضرات. بتروح؟ بص انا اقول لك على حاجه. يعني خلينا نقول ان انت كنت بتقول ان آه. انت عندك محاضرات من الساعه 10 الصبح انا للساعه 2. انا ما كنتش بقول كده، الناس بتقول كده، انا ما عنديش. اوكي يعني انا ما كانش عندي. الاهل كانوا بيخمنوا ان انت عندك محاضرات من هو يعني انا خلاص بمعنى ان انا دخلت الكليه ان انا بقيت راجل. فبطلت فانا باخد تتسأل قراراتي بنفسي بقى. الكليه 48 كان فيها 48 امتحان في الاربع سنين كلهم، مش عارف كل سنه فيها كام. فانا كل سنه فيها 12 مثلا 6 و6 بالظبط. ايوه 6 في الترم الاول 6 في الترم الثاني. فهم كم مره هتروحوا الكليه؟ 48 مره. انا رحت ال 48 مره دول الامتحان وما رحتش الكليه تاني. ممكن في البدايه رحت 3 4 مرات شفت الكليه دي وفهمت كونسبت ايه التجاره دي وايه عين شمس دي كلها، لان اكتشفت ان عين شمس دي جامعه. ما كنتش اعرف بقى الكلام ده، جامعه والجامعه دي متقسمه لكليات جوه كليه. وبعدين قعدت اسال اسئله، هي اسمها عين شمس، طب ليه مش موجوده في منطقه عين شمس؟ ف يعني منطقي. هو في عندي اسئله كتير. جات لك الاجابه على السؤال ده؟ ما جاتليش. هو مش ده بس السؤال اللي ما جاتليش عليه اجابه. انا اكتشفت ان انا في مكان معمول بطريقه مش منطقيه. مش منطقيه يعني. على اي سؤال. فسبت الدنيا دي كلها وقلت انا في مكان غلط. 48 مره يا جماعه هاجي لكم فيها الجامعه، استحملوني باسئلتي. 48 امتحان. فانا كنت بروح هناك على ميعاد الامتحان، اقعد جوه الجامعه الساعتين او ال3 ساعات بتوع الامتحان وامشي. والحمد لله كنت بنجح في كل المواد، وكنت بذاكر قبلها بيومين. ظلم. وباقي حياتي بقى كلها كانت يعني في ماده انا فاكر ذاكرت شويه زياده 3 ايام 4 ايام، كانت اقتصاد لانه كان صعب وانا ما كنتش بحب الاقتصاد. كنت بذاكر شويه قبلها بشويه والحمد لله عديتها كلها. هم 48 مره دخلت وخرجت، ما سقطتش في حاجه يعني. انت كلامك دايما لفكره انه احنا في حاجات مهمه كتير نقدر نعملها في الجامعه من كورسات بس هل الجامعه ممكن تعلي مرتبك؟ ده سؤال جميل. بصي بقى، لو انت داخل بانتنشن، لو انت داخل الكليه بهدف ان انت تعلي بيها مرتبك، فده مش هيحصل. ده كله عباره عن حلم فاضي. في الاخر هتقابل سوق العمل وتكتشف ان اللي بيتعين هو اللي بيقدر يعمل الحاجه مظبوط. ما افتكرش انك هتلاقي في مكان بروفيشنال مالتي ناشونال بيسأل حد انت متخرج من كلية ايه. لا في انا ما كنتش هتعين في المكان اللي انا بشتغل فيه لو انا معيش شهادة جامعية. انت بتتكلمي في الشهادة الجامعية ولا بتتكلمي في شهادة فوق الجامعية؟ لا جامعية. طب انت اشتغلتي في المكان اللي انت فيه ده علشان شهادتك الجامعية؟ لا ما اشتغلتش بتخصصي، ما اشتغلتش بشهادتي، بس لازم اكون متخرجه من الجامعه. اتس ا فلتريشن تول هم بيستخدموها عشان يفلتروا الناس من بعض. مين مزبوط. بس اللي معدي. صح. بس لو انا ما كنتش دخلت الجامعه ما كنتش هبقى في المكان اللي انا بشتغل فيه النهارده. يس الفكره ان حتى مش لو هي انا اشطر واحده. بس انت بتتكلمي في المرتب دلوقتي. السؤال بتاعك بتتكلمي فيه بتقولي لي هل شهادتي الجامعيه تفرق في انك تاخد مرتب كبير ولا لا؟ صح. في الحقيقه لا، هي بس اتس ا فلتريشن تول. يعني هم بيقولوا اللي معاهم جامعات يجوا لي على اليمين، واللي ما معهمش جامعه ومش متخرج يجي لي على الشمال. لكن اللي بيجي على اليمين ده اصلا بيشتغل، لا هو بقى عنده opportunity انه يدخل انترفيو مثلا، لكن هو مش مرتبه بيزيد لما بيشتغل. هو امتى اصلا مرتبه بيزيد؟ لما بيكون معاه اكسترا كورسز او حاجات واخدها مطور فيها من نفسه، يقدر فيها
يفيد المنظمه اللي هو هيشتغل فيها. لازم يفهم فكره الادينج فاليو للمكان اللي هو هيشتغل فيه ده، مش الجامعه. لو ده الهدف صدقني هتتصدم بالواقع ان الشهاده بتاعتك ما بتودكش في اي مكان خالص. انا خليني احكي لك عن تجربتي انا الخاصه في موضوع الزياده في المرتب ده. انا بعد ما اخدت ماجستير مرتبي زاد 950 جنيه. ده رقم كبير ولا قليل؟ ده عشان تعملي ايه؟ انت بس خدتي رحت ماجستير قدمت لهم خدت 2 ماجستير. مرتبك زاد فين يعني؟ في الشغل اللي كنت بشتغل فيه كنت بشتغل في ماسبيرو. فشهادتي الموجوده كانت بكالوريوس. فلما اخدت الماسترز رحت وديت لهم بقى شهاده الماجستير بقى ومبسوطه بقى بالمجهود اللي بذلته، سنتين بيتمسح بيا البلاط وكده. الف مبروك. لا، مرتبي زاد 750 جنيه. هو ايه الماجستير ده؟ الماجستير ده بتاخدوه بعد ما بتخلصوا بعد الجامعه، بعد ال4 سنين. يعني مش منطقي. فهم عندهم كمان يعني في بعض الوظائف حتى الوظائف الحكوميه في اوبشن، ويمكن ده كمان اللي بيخلي ناس تدخل في الجامعة وتدرس تخصصات وممكن تتحط في أماكن مش عايزة تكمل فيها، بس لأنه ده ممكن يكون متنفس لأنه مرتبه يزيد 750 جنيه. حتى لو 750 جنيه دول مش فارقين كتير. اوعى تعمل زي إيمان. اوعى تروح تاخد السنتين اللي بعد الكلية، لأن انت كده انت بترسم لأن شكل حياتك يكون روتيني وموظف. بس أنا حياتي ما تحولش بقت روتينية بصراحة. لا، اتعلمت من الماسترز. اتعلمت منها؟ انا بقى الماجستير تعلمت فيها حاجه مختلفه تماما عن اللي اتعلمته في الجامعه. لا احكي لي بقى. الماجستير انت بتكون اسمك في المرحله دي اسمك باحث، يعني دورك كله انك تقرا اكبر قدر ممكن من الكتب والدراسات واللي ليها علاقه بموضوع واحد بس. فهو ده بقى جماله. انت مش هتقرا عن كل حاجه، لا انت هتقرا عن حاجه واحده بس، كل حاجه موجوده. بعدين تعملها فلتريشن، بعدين تستخلص تاخد البست اوف كل اللي انت قريته ده وتطلع بفكرة جديدة بتكون هي موضوع رسالتك. في الماجستير انا اتعلمت ازاي اقرا كل حاجة عن موضوع واحد بس، وتعلمت ازاي اقدر الخص كم مهول من حاجات كتير انا قريتها بكل اللغات، مش شرط تكون انجلش وفرنش وراشن، كل اللغات. بعدين ازاي اعمل التحقق من المعلومة، اني اتأكد المعلومة اللي انا قريتها وبنيت عليها فكرتي هي صحيحة ودقيقة واقدر اطبقها. ودي على فكرة فادتني في العالم اللي فيه فيك نيوز واللي فيه معلومات كتير ممكن تلاقيها او اخبار كتير او تفاصيل توصل عندك بتكون generated by AI او في صفحات هي اللي عامله لها ضخ للمعلومات دي. لو انا ما كنتش فاهمه ازاي اتتبع اصل المعلومه، ما كنتش هقدر افهم ازاي فرق ما بين الاخبار الكاذبه والحقيقيه. اتفق معاكي جدا. يعني انا بسحب كلامي لفكره ان ما حدش يعمل زي ايمان. ولا لو انت عملتي في الماجستير بنفس الشرح اللي انت قلتولي ده، فانا اتفق معاكي جدا. لو ترجع بالزمن للجامعه وتغير حاجه، تغير ايه؟ اول حاجه هغيرها الدايركشن. ليه الجامعه دي معموله علشان هدف. لو سالتي اي حد يقولك مش عارف. احنا الناس دي just programmed ان هم يدخلوا علشان لازم يدخلوا. فانا اول حاجه الدايركشن، الاتجاه. احنا بندخل جامعه ليه؟ علشان حاجه مهمه. لازم اول حاجه نكتشف في الناس. اول حاجه نكتشف الانترست بتاعت كل البني ادمين. كل بني ادم بيدخل جامعه لازم نكتشف الانترست بتاعته. يعني هكون الجامعات مبنيه على اهتمام الاشخاص اللي داخلين يتعلموا فيه. It's very hard, it's very tough. صعبه جدا 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 انك تلاقي انترست او الناس بتحب ايه بدري في الاعمار. لان انت وقت ما تدخل الجامعه ده بتبقى لسه مش مكمل ومش واعي ومش aware ومش completely conscious ومش عندك experience واكسبوجر واسع تقدر تاخد بيه قرار. ولكن لازم ده دور المنظومه ان هي تساعد الناس دي تلاقي الحاجه اللي بتحبها. وليها طرق كتير. دي اول حاجه. تاني حاجه اميك شور ان الناس دي هتلاقي وظائف بعد ما تتخرج. لازم اتاكد ان يعني الجامعه تبقى عامله اتفاقيات مع شركات مثلاً. انه اللي هيتخرجوا من عندي هيروحوا يشتغلوا بالظبط. لازم ده يحصل. ما تعلمش
اكتر من او ما تقبلش طلبة يدخلوا يتعلموا عندها اكبر من العدد المطلوب في الشركات، صح؟ قولي تاني كده. يعني نفترض انه احنا بنتكلم على شركات ليها علاقة بالمحاسبة، فالشركات دي عايزة 5000 طالب بس. يس. فبالتالي انت هتعمل شكل انه الجامعة ما تقبلش انه يدخل عدد يتعلم فيها اكتر من 5000 مثلا. اوكي. مش بس كده، وكمان الانترست مهم، لان انت you gonna figure it. انت هتعرف تلاقي سبيل لو انت بتشتغل في حاجة انت بتحبها. فاهم قصدي ايه؟ سوري، مش لو انت بتشتغل، لو انت درست حاجة انت بتحبها بعد ما تتخرج هتلاقي طريقة ازاي تشتغل. فالانترست مهم جدا، ولكن لازم منطقية العرض والطلب دي برضو تكون محطوطة في الحساب. فكرة احنا بندخل قد ايه واللي هيخرجوا هيشتغلوا فين. لان مش منطقي كمية العدد اللي كان بيخرج مثلا من تجارة او من كل الجامعات بيتخرج ما بيلاقيش شغل. ثلاثة، انت لازم تعلم soft skills وحاجات اهم بكتير من المواد اللي انت قاعد بتتعلمها. يعني احنا ما بنتعلمش ازاي نحط جولز، ما بنتعلمش ازاي نعمل فلوس، ما بنتعلمش ازاي نكون كونسيستنت، ما بنتعلمش ازاي تشتغل تحت ضغط، ما بنتعلمش ازاي نشتغل تحت ضغط، ولا تايم مانجمنت، ولا تايم مانجمنت، ولا بروجكت مانجمنت، ولا تاسك اورينتيشن، ولا تاسك اورينتد، ولا ليرنينج، ولا اني ليرنينج سكيلز، ولا سوفت سكيلز، ولا بريزنتنج سكيلز. كل دي حاجات احنا اتعلمناها فين؟ بعد ما اشتغلنا، سوري، بعد ما اتخرجنا في السوق. ففي السوق. فانت انت قاعدين الناس تتعلم حاجات واكشلي مش موجوده في سوق العمل. وعشان كده هم مش كفء كفايه للوظائف، لان هم ما اتعلموش الحاجات الاساسيه. تلغي نظام الامتحان لا طبعا، لا نظام الامتحان ده مهم جدا. ليه؟ لان هو it pressures you، وفكره انك تتحط تحت ضغط ده حاجه مهمه جدا. وده من وجهة نظري اللي بيميز الشباب اللي داخلين كليات هندسة وكلية طب وكلية صيدلة عن باقي الجامعات. ان الامتحان بتاعهم فعلا امتحان. ومعنى انه فعلا امتحان ده ان هو بيحطه تحت ضغط، انه يبقى مركز لفترة معينة في الامتحان او في المدة دي. وده مهم جدا، وما افتكرش ان ده موجود في باقي الجامعات او في معظمها. فمش هلغي فكرة الامتحان، ولكن ممكن نقول هنطور نظام الامتحان. الطريقة اللي احنا بنمتحن بيها دي من وجهة نظري هي very old fashion ومش effective بشكل كبير. انا مش عارف دلوقتي في تجارة لسه بيمتحنوا بورقة وقلم ولا يعني. لو ده تبقى مشكلة بشعة، لان انا اول كورس اخدته بعد ما اتخرجت كان كله على الكمبيوتر. فانا بس انا كشخص انا بحب اكتب. لازم تتعلمي تبطلي تكتبي. انا فيجوال، ما انا فيجوال على الكمبيوتر. بس انا لازم اكتب الحاجه. انا مستحيل اقدر اميمورايز اي معلومه الا لو كتبتها بايدي. صح، عشان مره واثنين وثلاثه. يعني في عندي حاجه اسمها تجربه حسيه كده، انا بحسها مع الورق، الاقلام، الماركرز، الهايلايترز. هي تجربه حسيه بالنسبه لي. نفس فكرة. يمكن بتختلف من شخص للتاني، بس أنا حاولت كتير جدا نوتس وتابلتس وآيبادز ما فيش ولا حاجة قادرة تثبت معلومة في دماغي زي إني أكتبها على ورقة. ما فيش مشكلة تفضلي بتعملي القديم، ولكن الورق اللي انت كتبتيه كله بيضيع، لكن كل حاجة انت بتكتبيها على الكمبيوتر تقدري ترجعي لها، searchable, easy to انك تتحركي بيها. very productive، اكتر productivity وانت هنا تكتبي اكتر، تسجلي اكتر، تنظمي اسرع، تعرفي ترجعي للحاجة بشكل افضل. ليه احنا we still connected؟ ليه احنا لسه للحاجات القديمة؟ علشان احنا ما تعلمناش الجديد. ومن هنا خلينا ايمان ننقل على المرحلة التانية، واللي هي الناس اللي قابلتيهم في الجامعة. قابلتي مين وصاحبتي كام حد وخرجتي مع مين؟ كل ده تحقيق على فكرة. سؤال واحد، اختار واحد من 3 أسئلة. تجيبي لي اسمائهم كله. طيب نتكلم بجد. اوكي. الصحاب بتوعنا في الجامعة، الناس دي لسه فاكراها؟ اكيد. الاكسبيرينس بتاعتك معاهم عاملة ازاي؟ 100%. انا في الجامعة تعرفت على ناس بكل الاختلافات اللي انا ما كنتش متخيلة ممكن في حياتي في يوم من الايام اشوفها او اعرفها او اسمع انه في طرق في التفكير في الحياة اللي انا كنت واخداها طول الوقت مسلم بيها كده مختلفة عني. فقابلت ناس كتير، اتخانقت مع ناس كتير، عيطت من ناس كتير، وقابلت ناس لحد النهاردة معايا
اصحاب بنحكي اكتر التفاصيل الحساسة في حياتنا لبعض، وفاكرين كل تفصيلة. يعني يمكن مثلا مكالماتي مع اصحابي من الجامعة بقالها يعني ممكن نقول مرة كل 6 شهور او مرة كل 3 شهور، بس وكأنه الوقت ما عداش، وكأن ولا في حاجة اتغيرت. عارفة ايه اللي بيحصل معاها، مع أطفالها، مع أخوها، أختها، عيلة باباها، عيلة مامتها، أنا عارفة كل التفاصيل دي. وكأنه لما بنتكلم مكالمة هي بتديني بسرعة الأبديتس، وبعد كده كل واحدة مننا تروح في حياتها. لسه نفس الحب ونفس الدعم اللي انت بتلاقيه، الدعم النفسي اللي بتلاقيه من الناس القريبين منك اللي انت بتتكلم معاهم كل يوم. يمكن شفت أكتر منه كمان من صحابي بتوع الجامعة. ففي طبعا مش كل الأشخاص اللي عرفتهم مكملين، بس في عدد منهم كم موجودين. حد من الناس اللي انت عرفتيهم في الجامعه لغايه دلوقتي لسه موجود معاكي؟ ليه العدد؟ ليه؟ عشان انا ضد فكره انك تعمل صحاب في الجامعه وتبقى بانتنشن ان هم هيكملوا. مفيش مشكله تعمل صحاب وقتها. اوكي. فانا عشان كده بسال كام. 3 لسه مكملين لغايه دلوقتي. Yes. درجه الصحوبيه بتاعتك معاهم من زي 0 ل10 من 0 ل10 الكتير. 10 كتير 9.5. لا خلينا نكون واقعيين، 8. اوكي. مديه الاثنين دي بس علشان فرق المسافه وفرق الوقت وفرق الحياه. طب كنت بتعملي ايه عشان تعملي الصحاب دول؟ عملت ايه يعني؟ يعني ازاي how did you break the ice بالعربي؟ يعني ايه عشان اقول كسرتي حاجز الصحوبيه ازاي؟ كيف يعني؟ اوكي طيب، انا كنت في الجامعه كنت خجوله جدا. ماشي، ما بعرفش اتكلم مع الناس، وسواء بنات او انتروفيرت جدا، لان انا كنت خايفه من العالم ده. ومش عارفه يعني، كان عندي قوانين صارمه جدا في البيت بتبعها علشان انا ما ينفعش اني ازعل بابا او ماما مني. فمش عايشه حياه الجامعه اللي كل الناس عايشينها، اللي هو مثلا من ضمن القوانين انه اي زميل ليا بعد باب الجامعه اسيبه وامشي. والله العظيم. تخيل اول يوم الجامعه، ما هو ده الصح، دخلنا وتعرفنا على الناس وانتي مين وانت مين وانتي منين ومن انهي منطقه، وبدانا بقى ايه الاسئله اللي فيها تصنيف دي، معاك فلوس معاك ليش فلوس، الجو ده. وبعدين خارجين بقى جروب كبير يجي مثلا 15-16 شخص، على اساس ان احنا بقى رايحين هناكل. فاول ما وصلنا عند بوابه الجامعه كاني عامله زي الروبوت، افتكرت كلمه بابا، ومفيش اوبشن انك تخرجي مع ولد بره الجامعه. فرحت باي باي يا جماعه، رحت ماشيه. طبعا هو قعدوا يبصوا ايه الهبله المتخلفه دي. انا لا عرفت اقول لهم انا ليه ماشيه، ولا شرحت لحد، واتكهربت كاني مسكت سلك كهرباء ومشيت. وتاني يوم انا جايه ولا كان في اي حاجه حصلت، بتعمل عادي بقى، هاي ازيكم ايه الاخبار جوه السكشن. خرجنا من باب الجامعه عملت نفس الحركه تاني. فالحمد لله على اليوم الثالث ما حدش فيهم كلمني تاني فعلا. بس هي الفكره انه انا كانت بالنسبه لي هي مرحله انتقاليه بين اني بسمع تعليمات من الاهل عن الحياه في الجامعه وعن ايه اللي المفروض اعمله في الجامعه، والمرحله اللي انا بصيغ فيها انا عايزه اعمل ايه وازاي اعمله بما يرضيني أنا، وما يكونش بيزعل أي طرف من الأطراف. ولو في طرف هيزعل وأنا على حق، لازم أتعلم إزاي أشرح وجهة نظري. ودي كانت مرحلة انتقالية كبيرة جدا يمكن في حياة البنات. من بنت في ثانوية عامة بيكونوا أهلها دايما حريصين إنه هي نظام تعليمها مظبوط وحياتها مظبوطة وكل حاجة تمام ومفيش أي متغيرات، لأنه احنا عارفين المدرسة وعارفين كل الموجودين في المدرسة. لفجأة عالم الجامعة، كل يوم بنات جديدة وشباب جداد وجروبات جديدة وجروبات متغيرة، ومش دايما بالضرورة يكونوا جيراننا أو ساكنين في العمارة اللي ورانا، ممكن يكونوا ناس في منطقة تبعد عننا 40 دقيقة بالعربية أو بالمواصلات على حسب هنروح ازاي. لا كانت صعبة بالنسبة لي. وأنا بقى كمان كانت بتطلع عندي بوادر عند كده ورغبة في التمرد، فكنت بروح دايما للأشخاص اللي عكسي 180 درجة. البنات اللي هم
بيعفروا بيتخانقوا صوتهم عالي وبتدخل السكشن مثلا او القاعة بتاعت المحاضرات فجأة تلاقي الكل سكت. ليه؟ لانه هي لسه مسحب كرامة واحد امبارح الارض فمفيش حد عايز يتكلم معاها علشان لسانها طويل. فانا كنت قاعدة بقى بانبهار مبسوطة الله ازاي بتعمل كده. فكنت في الاول دول الاشخاص اللي انا كنت عايزة ابقى قريبة منهم اللي هم عكسي في كل حاجة. وبعدين بدأ الفلتر يشتغل تدريجي لحد ما بدأت أعمل التوليفة بتاعتي أنا من الأشخاص اللي شبهي واللي حارف أقضي وقت طويل معهم. لأن أنت في الجامعة بتقضي وقت طويل فأنت يا هتكون مع ناس هم أمان يا هتعرض نفسك للخطر بكل أشكاله. بأن هم ممكن يكونوا بيعملوا أي حاجة خارجة عن القانون ممكن يكونوا بيعملوا أي حاجة غير أخلاقية. فأنت دي دايرتك دايرة الأمان بتاعتك لفترة طويلة 4 سنين. وفي صورة تتاخد عنك بتكمل معاك. فأنت بقى عملت صحاب ازاي وايه المواقف اللي تعرفت فيها على الناس؟ والله انا عملت كمية صحاب كتير جدا لدرجة ان انا مش فاكرهم والله العظيم. لان انا اصلا من اهم حاجة انا شايفها في الكلية اصلا او في فكرة الجامعة دي هي الكوميونيكيشن. انك ازاي تتعرف على الناس وازاي تبريك ذا ايس وازاي تكسر حاجز انك خايف مع انسان او مع واحدة فتروح تكلمها وازاي تتعلم منها وتساعدها تعمل ده. عايزة تسأليني حاجة؟ اهو يعني حسيت انه كلام ماشي في السياق انه مهم يبقى عندنا اصحاب في الجامعة. بس بنية مش بنية ان دول هيكملوا معنا باقي حياتنا. بس احنا هناك بنتعلم ايه في الجامعة؟ احنا بنتعلم ازاي نكوميونيكيت نتكلم مع بعض انك تتواصل مع البني ادمين اللي حواليك. ده اللي مهم في الجامعة. مش المهم الحاجات اللي انت بتتعلمها لان انت فاكرة حاجة من اللي انت علمتيها في الجامعة ولا انا ولا حد اصلا يعني انا متأكد يعني. فمهم جدا فكرة انك تروح الكلية وتتعلم ازاي تعمل صحاب. مش بنية خالص ان هم يكملوا معاك لان مفيش حد هيكمل فيهم معاك الا نادر جدا 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 زي 3 صحابك. فانا هسألك سؤال. من ال4 سنين بتوع الجامعة اللي قعدتيهم مين اول واحد في حد منهم صاحبتيه في اول سنة ولسه مكمل معاكي لغاية اخر سنة؟ لا لا اللي عرفتهم سنة أولى هي كانت أنت كشخص بتدخل في مرحلة إنه الشخص بتاع ثانوية عامة غير الشخص بتاع الجامعة. فكل حاجة بتتغير. الناس اللي أنت بتتعرف عليهم يا إما هيكونوا شبه حياتك وأنت في ثانوية عامة يا إما هيكونوا النقيض. بعدين في السنة التانية أنت بتبدأ بقى تريلاكس كده وتفلتر ترسم شخصيتك الجديدة بقى اللي انت عايز تدخل بيها على المجتمع الجديد ده او العالم الجديد ده. فبتكتشف انه اصلا في سنة اولى الكل بيبقى عايز على قد ما يقدر يعرف ناس كتير جدا علشان يا اما يكون مشهور يا اما يكون بينجح في الامتحانات. يعني كل واحد بيبقى داخل عنده هدف كده في سنة اولى ما بيكونش واضح بس هو المهم انه عايز ايه يا يكون مشهور ومعروف في الجامعة كلها والجامعة كلها بتتكلم عليه وعلى انجازاته العاطفية العملية العلمية. المهم يعني انه ليه انجازات او يكون ناجح فعايز يكون مع الدحيحة وعايز يكون مع الشاطرين وعايز يكون بيقعد في اول صف في البنش. فانت كشخص بتدخل. انا كيمان دخلت لو ما دخلت ما كنتش عارفة انا مين ما كنتش عارفة انا عايزة ايه ما كنتش عارفة انا انهي واحدة من الاثنين. انا شوية مع دول وبعدين شوية مع دول وبعدين دول يزعلوا مني عشان رحت مع دول ودول يزعلوا انه انا ليه اصلا ازاي انا ممكن ابقى عايزة انجح وابقى بصاحب الناس المشهورين او الصيع او البوبيلر يعني. صح. فكل اللي عرفتهم في سنة أولى كلهم دلتهم صح. خلاص مش عايزة جادجمنت مش عايزة حد يصنفني. ودخلت بقى مرحلة جديدة أنا مين. من هنا بقى يا إيمان عايز أعرف كان في حد من صحاب الجامعة دول بيتنمر عليكي أو بيضايقك؟ فعلا كانوا بيتنمروا عليا علشان أنا كنت overweight. فعلا انت كنت كده؟ طب عندك صورة عايز تتفرج على لا طبعا مش هوريك صور يعني عشان تتنمر. لا طبعا خلاص اتعلمت الدرس من الجامعة. لانه كنت لسه راجعة من السعودية وكنت يعني انت بتاكل وقاعد فمفيش حاجة تانية بتعملها. فوزني زاد جدا جدا ودخلت اولى جامعة وانا وزني زايد ولسه يعني بحاول افهم بقى
اروح الجيم ازاي، اعمل ايه عشان اخس، الحاجات دي كلها. فكنت طول الوقت يعني الشخص اللي بيستلموه اول ما بيجي وهم خارجين انه احنا كل واحد فينا هياخد ساندويتش وايمان هتاخد 4. عارف انت التعليقات السخيفة دي اللي هو لا ده مش كويس جدا كان خالص. تنمر وكان سخافة وكان يعني ستيجما كمان. يعني كان في المراحل دي يعني ايه ستيجما؟ في وصمة. إذا أنت مثلا شخص وزنك زايد عن المتعارف عليه أو إن الشكل المألوف، فأنت موصوم بقى بحتة إن أنت مفجوع أكيل. أي حد بقى هيبقى بيطلب أكل يعمل حسابه إن أنت هتاكل دراعه بعد ما تخلص. لو مروحين في ميكروباص أو تاكسي سوبلها الكنبة اللي ورا كده، عارف الحاجات دي؟ أيوة الله ينور عليك. عارف. فلا دي كانت مسببة لي ضغط كبير لدرجة إنه أنا حطيت الموضوع في دماغي، وفي شهرين نزلت 35 كيلو. كنت كل يوم بروح الجيم، بقعد 3 ساعات ونص، ساعة ونص الصبح. أنا سمعتك قلتي 35 كيلو. 35 كيلو نزلت بني آدم كامل. أنا كان وزني 95 بقى وزني 60. 95 في الجامعة؟ نو واي، ده كان اوفر ويت. ما كنتش بعرف اشتري لبس. أنا كنت بفصل وبلبس اسود، لكن ما يبانش عليكي خالص انك كنتي اوفر ويت يا ايمان. طبق وفي زيت بتهزري؟ طبق فعلا. ها بس شاطره ان انت خدتي القرار ده. ازاي حطيت بقى الموضوع في دماغي؟ قلت اخس وبعدين اتعامل معاهم، لانه انا كنت في المرحله دي اضعف من اني احمي نفسي من التنمر وانا اوفر ويت. فبعد ما خسيت بقيت على قد ما اقدر اي حد ممكن يتكلم على شخص وزنه زياده، حتى لو كانت رفيعه وزادت كيلو او زادت 2 كيلو، عندي رغبة رهيبة في اني ابهدل الشخص ده واوقفه عند حده. لانه يمكن انا كان عندي ارادة كبيرة اني اقدر انزل 35 كيلو دول. محدش عارف الناس التانيين عندها القدرة انها تعمل ده او لا، واصلا قد ايه الموضوع بيكون بيضايق الشخص ذات نفسه جداً. يعني انا اكيد وانا وزني زايد انا مش مبسوطة انه لما هركب العربية هسمع تعليق سخيف بقى انه العربية هتميل يمين. لا خدوا بالكم يا جماعة نوزن شوية، ايمان اطلعي قدام. يعني كان في سخافة وعدم مراعاة للمشاعر. السؤال دلوقتي بيقول، هل انت من وجهة نظرك الناس تتعامل مع التنمر عن طريق انها تعالجه زي ما انت رحتي عالجتي مثلا السمنة وبعد كده رجعت تتعامل مع الناس، ولا تتعامل مع الناس وفي نفس الوقت تروح تعالج المشكلة؟ أصدمك، أنا لما كنت بتعرض للتنمر ما كنتش عارفة إن ده تنمر أصلا كمصطلح. انت مش عارفة إن ده ما كانش متعارف عليه إنه تنمر، كان هزار. انت قفوشة ليه؟ طب انت حصل معاك قبل كده ان حد ضايقك؟ في الحقيقة أنا الشلة اللي أنا كنت فيها كانت هي الشلة اللي بتتنمر على الناس. انتوا؟ والله العظيم انتوا اللي كنتوا بتتنمروا عليا. فأنا طول عمري موجود في شلة بتتخانق، موجود طول عمري في شلة بتتريق على الناس. أنا كنت بتخانق كتير جدا 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 جدا. يعني الناس كانت عارفاني إن أنا الشخص اللي بضرب الناس. يعني أنا كنت بيجيلي استدعاء ولي أمر في المدرسة، أنا مش بكلمك على الكلية، بسبب الناس اللي أنا ضربتهم. انا كنت شاطر، ولكن كان كل الشكاوى بتيجي مني ان انا شقي جدا وبضرب الناس وبعورهم وعلى طول بتخانق، وما كنتش بفرق معايا بقى كبير ضخم صغير. يعني انا اي حد ضايقني كنت بضربه. طب ايه اكبر خناقه اتخانقتها مع صحاب الجامعه؟ تخيلي بقى لما جامعه تتخانق مع جامعه تانية وتبقى معروف في الجامعه بتاعت دي مثلا، والناس دي يعني يبقى الناس دي مشهورين ان دول الجامدين في الجامعه دي ودول موجودين، فدول يروحوا بقى ليه الجامعه. يعني احنا مثلا اتخانقتوا ليه؟ ناس جول، ما اكيد هيكون ليه عشان بنات يعني. اصل هيكون ليه شكرا. عكس صاحبتي. فيعني اكيد يعني يلا بقى نروح نشوف القصه دي ايه عشان ما يعكسهاش تاني. حاسه ان الجامعه فادتك باي حاجه بعد ما اتخرجتي؟ لا للاسف. يعني كانت سيستم مختلف. يمكن لو كان عندي رغبة اني اكمل فيه، اكون معيدة او اتعين ستاف، كان ممكن 100% اكيد هكون استفدت، لانه هو اللي انا بدرسه هرجع ادرسه. لكن لاني ما كنتش عندي اي رغبة في اني اكمل في المجال الاكاديمي،
حسيت اني كل اللي انا اخدته ولا كان لي اي لازمه. 4 سنين. طيب اشتغلتي بشهادتك؟ لا طبعا. يعني لا استفدتي من اشتغلت الجامعه؟ في الاعلام في الاخر. الله، حلمي الله. حققت حلمي ومن حتى من هنا غير ما ادخل اداب ومن اعلام. هنا نقدر نقول حاجه مهمه جدا، ان انت تقدر تشتغل في الحاجه اللي انت عايزها حتى لو ما دخلتش الكليه. انت بتتكلم على فكره انه الواحد ازاي يقدر يستفيد من كل سنه من السنين اللي بيقضيها في الجامعه دي بمنفعه، مش انها تكون ضاعت. طب ايه الكورسات اللي ممكن الناس تاخدها وهي لسه بتدرس؟ في كورسات كتير جدا، منها طبعا 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 الانجليش. ده مهم جدا. يعني don't underestimate، مش عارف اقولها بقى ازاي بالعربي دي. يعني ما تقللش ابدا 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 من اهميه اللغه. وتبقى شاطر قوي لو اتعلمت 2 أو 3 لغه وتعلمهم بشكل صارم وشكل intense. يعني ايه intense؟ مكثف. يعني بشكل مكثف، وتتعلمهم بشكل مكثف جدا. وما تتهونش في ده خالص، لان مفيش حاجه في سوق العمل دلوقتي اللي فعلا ينفع نقول عليه مكان بيقبضك فلوس كويس ومكان ناجح ومكان تبقى انت فخور انك شغال فيه، الا وهيكون فيه الكالتشر جواه، ثقافته بيتكلموا بالانجلش، يبقى بيبعتوا ايميلات بالانجلش، يا الكوميونيكيشن جوه كلها بالانجلش. فاللغه مهمه. فاللغه مهمه. لما دخلت فودافون دخلت مش عارف اسمه، حاجه اسمها هاي فاليو، فدي كانت دي عشان ادخلها كان لازم الانجليش بتاعي يكون فلوينت وقتها. فانا كنت قبلها واخد كورسز انجليش كتير جدا وقت الكليه. عشان كده قدرت لما ادخل. ما كانتش سهله، انا داخل 3 انترفيوز قبل ما ادخل يقبلوني جوه فودافون دي. اوكي. ومن الهاي فاليو دي دخلت مش عارف يو كي، ومن يو كي رجعت تاني حاجه اسمها بريميوم. فيعني كان يعني انت لما دخلت الجامعه انت كنت واعي لفكره انه ده وقت ضايع، انا هعمل له اعاده توظيف. وعيت في السنه الثالثه مثلا. وعيت في السنه الثالثه. ان انا ايه اللي انا بعمله ده، انا بقالي 2.5 سنين في الكليه وداخل في الثالثه وما استفدتش اي حاجه. اوكي، يبقى هو ده المنظور اللي احنا هنحاول نشتغل عليه مع الناس في الحلقه دي. انه انت ما تستناش بقى لما يبقى سنه تانية او ثالثه او رابعه. خد الخلاصه من تجربه اكس، انه وعي على وقته ازاي يقسمه صح، وابدا بقى من الاول بالزبط. قبل ما تدخل الجامعه. بالظبط. فدي اول حاجه. تاني حاجه ممكن نتكلم فيها الكمبيوتر سكيلز. اللي انا بقوله ده يبان سهل قوي، والناس ممكن تكون فاكره ان هي بتعرف تستخدم الكمبيوتر في العصر اللي احنا فيه ده، بس في الحقيقه لغايه الوقت الحالي انا بشوف ناس ما بتعرفش تستخدم الكمبيوتر. انا بصراحه من وجهه نظري اهم كورس الناس لازم تتعلمه presentation. ودي طبعا حاجه مهمه جدا. لو انت ما عرفتش تقدم نفسك مش هتوصل لاي شغلانه بتحلم بيها. صح. فده كورس مهم جدا برضو. وفي كورسات تانية كتير طبعا. ازاي تبقى منظم، ده يعني project management PMP. ده هيعلمك حاجات كتير جدا، منها انك ازاي تبتدي حاجة وتنهيها. احنا كل الناس starters مش finishers 100%. مش صح. بينهوا الحاجة صح، بس بيحب يبتدي، يعرف يفتحوا تاسكات. دي حاجة تانية. في حاجات تانية تتعلمها ليها علاقة بالاسنشالزم. ازاي تعرف الحاجة اللي انت رايح تبتديها دي هي مهمة اصلا بالنسبة لك ولا لا. لانه دايما الفكرة اول ما بتخطر على بالك بتكون مثالية، بتكون بالزبط. جميلة وبتكون سهلة. صح. ومع اول مشكلة بتقابلها بتقولك لا فيكس، مش هكمل. بتقف. لازم تتعلم ازاي تقرأ. يعني ايه ازاي تقرأ؟ يعني الناس واخدة منظور ومفهوم خاطئ عن فكرة القراية، لانه مربوط بالمذاكرة. فانت طول عمرك من وانت صغير بيقولوا لك اقرأ الكتاب بتاع المدرسة، فانت كاره الفكرة. however ان القراية اللي انا بتكلم عليها انت بتقرأ الكتب في تخصص معين لحاجة انت بتحبها. ايه رأيك في الناس اللي بتقول ان الجامعة مش مهمة؟ انا ما اقدرش الومك ليه، لانه احنا النهارده او ما اقدرش الوم النوع ده من التفكير والاتجاه ده من التفكير، لانه النهارده احنا بنتكلم على entrepreneurs multi billionaires، اشخاص ناجحين well established career سابوا الجامعه وما كملوش تعليمهم. زي مين؟ ستيف جوبز. صح. ساب جامعته بعد اول ترم، جامعه ريد.
بيل جيتس ومارك زوكربيرج سابوا هارفارد. في واحد سابها من تاني سنة، في واحد يعني قعد فترة قليلة ومشي. ومارك أصلا واحد من 5 مؤسسين لفيسبوك. كملوا تعليمهم. هو الوحيد اللي ما كملش اللي ما كملش فيهم هو اللي معروف. صحيح. يعني انا عارف القصه دي فما اقدرش الوم الاتجاه ده. صح. بس كمان اللي انا متاكده منه ان الاشخاص اللي احنا بنتكلم عنهم وذكرنا اسمائهم هم كانوا عارفين البيربز اللي انت كنت بتتكلم عنه. يس. هم كانوا عارفين هم عايزين ايه في حياتهم. طب بيكون صعب قد ايه حد في المرحله اللي انت كنت بتحكي فيها دي ان هو يدخل جامعه زي طب ويقضي فيها 7 سنين وسنه امتياز، والله يعني ممكن يطلع له 10 سنين وبعدين يقرر يعمل كارير شيفت؟ عادي، كتير ناس عملت كده. عندنا مثلا باسم يوسف كان متخرج من طب وغير الكارير. عندنا مثلا آسر ياسين كان متخرج من هندسة وغير كارير. عندنا مثلا محمد صلاح معهد فني تجاري وبقى فخر العرب. عندنا إيمي سلطان فخر الكوكب. اوكي. إيمي سلطان اللي كانت في هندسة اوكي وعملت بعد كده سنتر للبيلي دانس بالظبط. وعايزة ترسخ في قائمة التراث الرقص الشرقي. أحلى تراث. والله العظيم. على فكرة شاطرة جدا يعني. اكيد طبعا، يعني اذا حد بيحب شغله وبيحب الحاجة اللي هو بيعملها والله وقادر ينقلها كمان لمستوى عالمي، فما فيش حاجة اسمها وظيفة تشرف ووظيفة تكسف. تمام. شتمنا. انا سامعه الشتيمه في وداني. انا سامعه الشتيمه بتلعلع ان احنا بنضرب مثل. بس اذا عندك شغف اعمل ما تحب. انا متفق معاك. كي تحب ما تعمل. ومن هنا انا عايز افهم منك حاجه او اعرف منك حاجه ليها علاقه بالفتره اللي انت كنت فيها في الجامعه. رحتي اي انترنشيب؟ خلينا بس نقول الناس ايه الانترنشيب دي عشان نبسط لهم الموضوع. قولي لهم عشان مش عارف اشرح. انترنشيب يعني انت بتروح فتره تدريبيه كده اسبوعين، بيكونوا في الفرق ما بين السمسترز. ممكن تبدا من اسبوعين، ممكن توصل شهر 3 شهور على حسب طبعا واسطتك. صح. بس انا استغربت لما قلت اسبوعين لان انا رحت انترنشيب كانت اطول بكتير. يبقى كان عندك واسطه. ايوه بالظبط. فالفتره دي انت بتروح تتعلم على قد ما تقدر ايه الحاجات اللي ممكن تطلب منك في شغلانه زي دي، وبيدوا لك مقابل بسيط رمزي، مكافأة ليك على مجهودك اللي انت بذلته في الفترة دي. اغلب الناس اللي بتقضي الانترنشيبس يا اما بتبقى بتنقل اظرف، جوابات، ورق بين اقسام، يعني على حسب بقى انت وحظك انت في انهي قسم رايح تتدرب فيه. بس في ناس بتكون ذكية كفاية انها تشتغل على العلاقات، انه الانترنشيب بتكون مدخل ليها انها بنت قاعدة من العلاقات تقدر لما تطلع على تواصل معاهم تشتغل على طول في المكان اللي هي راحت اتدربت فيه. على فكرة لحد النهاردة عندي الكارت اللي وانا ماشية اخر يوم ليا في الانترنشيب جابوا لي هدية وحطوا لي كارت معاها. انا لسه لحد النهاردة عندي الكارت ده لحد النهاردة. لما بسافر من بلد لبلد بحب احتفظ بالتفاصيل دي. عارف ليه؟ لانه بتفكرني انا بدأت ايه. انا بدأت حد تايه مش عارف هو رايح فين وفضل يعافر يكمل حلم مش حلمه، هو حلم أهله، إنه هو يدخل جامعة ويتخرج منها ويشتغل في كارير مش الكارير اللي هو عايزه. بس كنت محظوظة كفاية إنه المكان اللي أنا دخلت أتدرب فيه ما حصلتليش فيه أي صدمات، ما كانتش فيه تجربتي سيئة. وحتى لو كان مش طريق اللي أنا عايزة أكمل فيه، الناس أوقات بيكونوا أهم من المكان أو الحاجة اللي أنت رايح تتعلمها، الناس اللي أنت بتقابلهم. يس أتفق معاكي جدا. لا أنا موضوعي بقى الانترنشيبس إيه بقى؟ موضوعي مع الانترنشيب ده بقى مضحك جدا. أول حاجة أنا اشتغلت في بواسطة برضو طبعا بواسطة أكيد. واشتغلت في شركة كبيرة اسمها خالدة للبترول. فيعني كانت حاجة يعني ومش عارف مين. وبعدها كنت اروح اشتغل في اباتشي برضو شبه ده احلام اجيال. وما اشتغلتش اسبوعين، اشتغلت 3 شهور. فانا فاكر انترنشيب كان شهرين تقريبا، شهرين وشويه. وكنت بقبض رقم كبير طبعا كمان. وكان فعلا حلمي ان انا اشتغل في البترول. وكان هناك الشغل مش صعب، انا كانوا بس بيخلوني اعمل الحاجات اللي هم مش فاضيين يعملوها. فيعني انا كنت هناك كنت مبسوط جدا يعني. كانت حلم يعني. كنت بقعد اسال الناس كلها
ازاي اتوظف معاكم. المكان شيك، كان اول مره اروح مكان فيري بروفيشنال كده يعني. الكلام ده بتكلم على من زمان قوي، مش عارف من كام سنه، بس دلوقتي مش عارف، ما عنديش اي اخبار عنه. بس للاسف بقى ما الواسطه ما كملتش وما تعينتش طبعا في خلطه البترول دي. تفتكر انت بقى يا ايمان ممكن تكون ايه الحاجات اللي ممكن الناس تعملها في وقت الكليه يكون مفيد او يكون ترفيهي بالنسبه لهم؟ زي ما احنا حكينا على الكورسات اللي ممكن الواحد ياخدها جوه مصر، كمان الكورسات اللي ممكن تاخدها بره مصر مهمة جدا جدا جدا. صح. يعني على مستوى انك ممكن تاخد كورس تصوير. كورس تصوير يبقى 3 أسابيع في اي جامعة في اي مكان في العالم، سافر وتعلم واستفيد. مش بس كده، في دلوقتي برامج للتبادل الطلابي. يعني انت ممكن من سنة اولى، يعني انت بدل الطلابي ده معلش، جامعات بتبقى عامله اتفاقيه، ماضيه اتفاقيه مثلا مع جامعه عين شمس. على فكره كان في جامعه عين شمس كان في اتفاقيه مع جامعه اعتقد يا هولندا يا المانيا، انه في عدد معين من الطلبه هيسافروا بين جامعه عين شمس يروحوا لهولندا، والطلبه اللي في جامعه اللي في هولندا يجوا على مصر يقعدوا على الاقل 2 أسبوع أو 3. فسجل نفسك في الحاجات اللي زي دي، دور عليها حتى لو مش موجوده جوه جامعتك، هتلاقيها موجودة على مستوى جامعات تانية في نفس التخصص بتاعك. صح. طب مش لو في نفس التخصص، ممكن تدور على أماكن مستقلة في جهات مستقلة. يعني في منح زي منحة تشيفنينج، زي برنامج اسمه إيراسموس. برنامج اسمه البرنامج ده اللي هو إيراسموس موندوس، هو برنامج الدراسة فيه 2 سنين. جماله إنك كل 6 شهور أنت بتدرس في بلد من أوروبا. حلو. فأنت عندك 6 شهور تدرس مثلا في ألمانيا، 6 شهور اللي بعديهم تدرس في فرنسا، 6 شهور اللي بعديهم في أسبانيا ومن ضمنهم كمان ضمن الدول كانت في الوقت اللي أنا كنت حاضرة فيه، أنا طلعت على تشيفنينج على إنجلترا. كان معايا ناس في نفس السنة اللي أنا بدرس فيها جايين من إراسموس، كانوا بيحكوا لي قبل 6 شهور كانوا في أسبانيا وتعرفوا على ناس، اكتسبوا خبرات، وبعد كده السمستر ده هيقعدوا فيه في إنجلترا. فدي من ضمن الحاجات الجميلة. في فول برايت انك تدرس في امريكا. فانت عندك اوروبا كلها، عندك انجلترا، عندك امريكا، عندك ممكن تروح تدرس كورس، ممكن تروح تكمل دراستك وتطلع بمنحة. وعلى فكرة المعايير اللي بتطلبها الاماكن دي مش عالية ابدا. انا شفت ناس معايا في المنح مقدمين في جامعات معينة قابلين من تخصص، من تقديرات أو من مجاميع قليلة. يعني لسه عندك فرصة من وانت في ثانوية عامة انك ممكن تغير حياتك 180 درجة وتطلع برا مصر. هايل. تدرس هايل. كاملا بكالوريوس، ما تستناش الماجستير. وكمان عايزين نقول للناس اللي لو مش قادرة تطلع برا، فدلوقتي الاونلاين كورسز في اماكن برا كتير بقى متاح. يعني احنا بنتكلم على عالم دلوقتي مفتوح على بعضه عن طريق الانترنت، استخدم الوقت ده بشكل مفيد جدا عن طريق ان انت تاخد اونلاين كورسز. ودلوقتي موجودة باشكال كتير، الديجيتال ماركتينج، ايفن التصوير والفيلمينج والكونتنت، كل الحاجات دي دلوقتي بقت موجودة ومتاحة اونلاين. وما تحرمش نفسك من انك تتبسط في الوقت ده، لان بعد كده في شغل بقى وحاجات صعبة ومهمة كتير. بسخن علشان داخلين، حسيت ان في موضوع، في فقرة مهمة جدا، العلاقات. اديني بقى في العلاقات في الجامعة يا اكس. اركز في الدراسة ولا ارتبط؟ طبعا ترتبط. يا من، ما هو الوقت ده الوقت بتاع الشغل كله. حرام عليك، حرام عليك تكسر قلبهم بدري. ده وقت يا صاحبي، ده وقت الدنيا دي كلها. فانت فكك بقى من الشغل بتاع الدراسة، انت اللي بتتعلمه في الوقت ده بتنساه. بس عمرك ما هتصاحب واحدة وتنساها في الوقت. ركز معايا عشان انت شايف العلاقات في الفترة دي تضييع وقت؟ طبعا، ما بقولتلك اي حاجة، اي صحاب بيتعملوا في الوقت ده انت بتنساهم اصلا، ولكن it's a learning experience وبس بتتعلم منها حاجات تفيدك في المستقبل، ولكن الناس نفسها هتنساها. فلو تقدر انت تتعلم ازاي تدي اتاتش، يعني ما تربطش نفسك، انت بس تاخد المهارة وما تربطش نفسك بالحالة. مش عارف اللي انا بقوله ده ايه، بس يعني يا رب الناس يعني يا رب الولاد يفهموا انا عايز اقول لهم ايه. يعني ما تعيش قصة الحب وتروح تنام جواها يعني، لان مش هتكمل يعني.
منك اتكلمت على موضوع ان هي مم. مش هتكمل. مم. اللي ما ارتبطش في الكليه مش هيرتبط بعد الكليه، تفتكر مين اللي قال كده؟ لا حياته طبعا. العاطفيه هتقف لا طبعا مفيش الكلام لانه ده. ما كسبش الخبره اللي كان المفروض يتعلمها آه، سن صغير، هي قلبك يكسر فيها بسرعه. فيها وجهة نظر، بس يعني انت لو ما تعودتش ازاي تتكلم مع بنات بدري هتواجه المشكلة دي لما تكبر. مش هتعرف المفاتيح، مش هتعرف ازاي تقول لها كذا فتضحك لك، فيعني مش هتعرف تسمعها الاغنية في الميكروباص. يعني لازم تشغل الفيرجن اللي هو صغير فبتجرب. لانك لما البنت بتحرجك زمان وانت صغير انت مش يعني بتتعود على ان ده يكون عادي. رد فعل هتعرف تتعامل معاه. بالظبط دي اول حاجة. تاني حاجة بتتعلم ازاي تاني مرة لما تعمل ده ما تحرجكش او ما تصدقش. ففترة مهمة جدا انك، وما افتكرش ان في فترة تاني مناسبة انك تتعلم فيها ده الا في فترة الكلية. that's why انا كانت اعدادية ما عنديش فيها بنات، ثانوية ما فيش فيها بنات، خلاص بقى فتحونا على البنات في الكلية، هم اللي جابوهم لنفسهم. ماليش دعوة. ديني بقى واحدة من التجارب العاطفية اللي انت عشتها بقى في الجامعة. والله انا مش بسميها تجربة عاطفية انا بسميها تجربة اكسوية عشان اللي حصل هناك ما كانش عاطفي خالص. كانت موجودة معانا في الكلية في الجروب وكانت حلوة فعجبتني. وهي قاعدة جنب صاحبتها، لقيتها متضايقة فرحت سألتها وقلت لها مالك متضايقة ليه؟ قالت لي انا متضايقة علشان الولد اللي هناك ده ضايقني. ساعتها انا قلت هي دي اللحظة المناسبة، رحت رايح جايب الواد ده وجبت صحابي ورحنا عملنا خناقة وضربت الواد ده قدامها فهي شافتني ومن ساعتها احنا فضلنا بنحب بعض فترة حلوة يعني، فاهم؟ ربي ليه دايما قصصكم عنيفة كده؟ ما هو هتعمل ايه؟ ما هم ما هي كانت لسه صغيرة فلازم تنبهر ولو كبيرة برضو بتنبهر بالحاجات دي. ده دافع عني ده. انا في واحد فضلت معجبه بيه 3 سنين 3 سنين معجبه بيه وقلت خلاص يعني انا كنت بشوفه في الامتحان في فتره الامتحانات، بس شكله زي حالاتك كده ما بيطلعش غير في 48 مره في السنه. فكل مره بعد الامتحان هو انا ببقى واقفه على اليمين وهو واقف على الشمال ونفضل نقضيها نظرات اقول خلاص بقى هنتكلم. اخر يوم في اخر امتحان في اخر سنه في الجامعه قلت بقى لازم اكلمه. لا انا مش هكلمه طبعا انت بتهزر ولا ايه؟ انا ما بكلمش انا بنت. اوكي هو اللي يجي يكلمني. ترتيب احداث هبص النظره هتكون اطول علشان هدي ايه ساين انه انا انترستد انا انترستد. في الاخر هو طبعا يعني استجمع كده شجاعته وبعدين عدى الناحيه التانية وجي كلم صاحبتي اللي كانت قاعده جنبي. هموت والله العظيم. ده انت عملتي فهي كانت يعني قصة عيسى جدا والله العظيم. هي كانت بتبص له زيك ولا يعني؟ مش عرفني بقى انا بص ناحيته، مش عرفني انها الهبله كانت بتبص عليها كمان. صعب. طب احكي لي بقى ايمان، بما ان انا ما كانش ليا تجارب كتير مع الدكاتره لان ما كنتش بروح، عندك اي دكتور ضايقك؟ اي قصص مع الدكاتره بتوع الكليه؟ عندي اكيد ما انت بتروحي، انت شاطره متفوقه. دفعت الثمن في الماسترز. انا في المحاضرات العاديه يعني ما كنتش بحب احتك بالدكاتره قوي لانه بيبقى عدد كبير وخلقهم ضيق ومش طايقين العيال. بعدين في الماجستير غصب عني. ففي البحث كنت عامله ترجمه لبحث وبني عليه موضوع. فحطه مصادر كتير وعامله موضوع تعبانه عليه بقى، وقلت انا هدخل افتح الباب بتاع السكشن هسمع تسقيف بقى وايه. فالدكتوره بتجيب لستة الاسماء وقامت ندها على اسمي ايمان مدحت. قلت بس ايوه بقى معرض تعالي. تمام يعني ده في بقى هقف كده على جنبها على اليمين وتقول بصوا يا جماعه البنت الشاطره دي وتمام. فقربت على المكتب عندها كده والقاعة كلها ورايا وفي حماوة نظرات الطلبة كلهم ضربة في قفاك. تمام اوكي وورق البحث يترمي في وشي وتقول لي دي حركة الافلام دي ولا مسلسلات؟ انت سرقة منين؟ انا نعم. طب انت سرقة منين؟ ما سرقتوش افندم. قالت لي مستحيل واحدة زيك في سنك تعرف تكتب حاجة زي كده. والله العظيم انت سرقة الكلام ده منين؟ ما هي اصلا ما انت شاطرة في الكتابة.
عياط هستيري. انا مم. كل اللي عملته لميت الورق من على دي اديتك الارض تروما دي خلاص. وخرجت من باب القاعة وحلفان 100 يمين مش راجع تاني. وماما طبعا مصعوقة انه ازاي ده حاجة حصلت معايا في موقف في بحث انا تعبانة فيه. صح. وبعدين انا لانه كنت، ودي من ضمن بقى فايدة الكورسات ايه، كنت باخد كورسات كتير في اماكن مختلفة. فمن ضمنها كان في كورس بيديني اكسس على مكتبة كبيرة جدا للابحاث، هي كلها بالانجلش، اوكي، اسمها جي ستور. الاكسس بتاع المكتبه دي يمكن كمان الطلبه اللي درسوا في الجامعه الامريكيه هم عارفين قد ايه دي يعني مرعبه. اوكي. فانا لانه كنت باخد الكورس ده كان عندي اكسس عليه، فكمان كنت بستفيد ان وانا بعمل ريسيرش في الماسترز بتاعتي اني اقدر ادخل باليوزر نيم والباسورد بتوعي وادخل على المكتبه دي. فهي ذهلت انه ازاي واحده دارسه في عين شمس عندها كل جايبه المعلومات دي. فطبعا كانت صعقة بالنسبة لي انه انت بدل ما تسأليني انا جبت المعلومة دي ازاي او تناقشيني فيها مناقشة على قد قيمتك انت كدكتورة، انا طفلة، تقومي تعملي فيا كده وانت فاكرة انك حققتي انتصار. طب انت حتى ما اخدتيش اجابة على سؤالك ان انا سرقاه منين. صح. انت فرضتي فرضية ووصمتيني بيها ودمرتيني. دي نقطة مهمة جدا 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 جدا. ان معرفش يعني، انا مش عايز اظلم الدكاترة، ولكن ان مش بس بتكلم على الدكاترة، انا بتكلم كمان على المدرسين. لان انا عندي مشاكل كتير مع المدرسين مش مع الدكاترة. الدكاترة الحمد لله قدرت ان انا ما احضر لهمش which is really great experience ان انا ما اختلطش بالناس دي، لان الناس دي programmed بطريقة مش صح. وطبعا مش بقول كده على كل الناس، اكيد في ناس ما كويسة، ولكن انا اختلطت بالمدرسين. الناس دي مش متعلمة ازاي تتعامل مع الطلاب، مش متعلمة ازاي، ما عندهمش ازاي يتعاملوا في طرق تربية وتعليم. هو اسمها تربية وتعليم، ولكن هو مش عارف ازاي يتعامل مع الأطفال. فأنا فاكر مدرس الألعاب عندنا وانا في مدرسة كان بيضربني ضرب شنيع. يعني دي قصة واحدة من أبشع قصص حياتي. لما أنا كنت في المدرسة والمدرس ده شافني لسه موجود في الحوش بتاع المدرسة وما طلعتش عشان اليوم ده كان حر وانا عايز اشرب ميه. والميه موجوده في حوش المدرسه، فروحت اشرب وتاخرت شويه عن كانت الفسحه خلصت فتاخرت. فشافني متاخر، فجاب الخرزانه، كان خرطوم السباكه الاخضر ده ماسكه ومعاه 2 في ايديه، وفضل نزل ضرب عليا. وبعد كده ايه، رجلي كلها ورمت. ففي البيت بالصدفه امي شافت الضرب ده فقعدت تعيط لوحدها. ابويا شافها بتعيط. اكمل كمل. بشعة. ابويا شافها بتعيط، راح عامل ايه، راح قاعد يزعق لها، قال لها بتعيطي ليه. قالت له ما هي مش عايزه تعمل مشاكل لان هي عارفه ابويا ده يعني وحش كاسر. فيا دوبك اللي حصل ايه، شافها بتعيط اتعصب اكتر، قال لها في ايه، قالت له الواد اتضرب من مدرس الالعاب في المدرسه. فقال لي اقلع، قلعني الشورت بتاعي، شاف كل العلامات في رجلي. تاني يوم راح لمدرس الالعاب، مش عارف بقى اقول الكلام ده المفروض نطلعه ولا لا، بس الفكره لا صح انه يعني انه باباك اتصرف مع انا الموضوع. ما حكيت لك القصه دي، ما حكيتلكيش. اصلا المدرس مش متعلم ازاي يتعامل مع الطلاب، وبالتالي مدرسين الالعاب بيضربوا ومدرسين التعليم بيزعقوا. ففي طرق المفروض يتعلمها المدرس قبل ما يعلم الطلاب. المنهج يعني ده اهم بكتير من المنهج اصلا. صح. وانا مش بقول كده على كل الناس. كان في نفس الوقت اللي كان فيه لينا مدرسين ودكاترة كويسين وحشين، مش بقول كده على كل الناس. في نفس الوقت اللي كان فيه مدرسين لينا ودكاترة مش كويسين، كان فيه كويسين موجودين. ولكن دي نقطة مهمة جدا واتعلمنا منها كتير، والحمد لله ان احنا خلصنا جامعة. وانا في قمة سعادتي اللحظة اللي انا فيها خلصت جامعة دي، كنت في قمة سعادتي. عندي سؤال ليكي، الحياة
الفترة بتاعت الجامعة أصعب ولا فترة الشغل أصعب؟ يعني فترة المذاكرة أصعب ولا فترة الشغل أصعب بالنسبة لك؟ فترة الجامعة كانت أصعب. مم. يا وأنا كمان أنا حبيت الشغل أكتر من الجامعة. كان فيها مذاكرة وكانت سخيفة. الشغل انت بتختار تعمل اللي انت بتحبه. صح. يعني حتى لو انت صح. مش عايز تكمل في المكان ده فانت في امتياز معين انت بتاخده منه. اذا هتتعلم حاجة او اذا مرتب. صح. فانت موجود بمزاجك لواحد من الاثنين. صح. يا انا متفق معاكي. انا كنت ما بحبش الامتحان والكلية. كنت ما يعني انا استفدت اكتر من الشغل عن اني استفدت وبرضه انا ما اشتغلتش بشهادتي ولا انا اشتغلت بشهادتي. وبرضه مرتبي لما زاد وعرفت ازوده ما كانش بالشهادة. ولما اشتغلت في فودافون ما سألونيش اصلا عن الشهادة. انا حطيتها في السي في بس الحقيقي اللي حصل هو الانترفيو اللي انا قعدت اتكلمت فيه بالانجليزي لانه كان بالانجليش. انا فاكر الانترفيوز 3 انترفيو اللي عملتهم قبل ما ادخل فودافون دول فاكرهم كويس جدا. كانوا اصعب 3 انترفيو في حياتي لان هم كانوا في البدايه. ايوه. وكانوا كلهم بالانجليزي. فانا كنت مش اول مره عملتها كتير. فكره ان انا يقول لي introduce yourself فاتكلم واعرف اقول الانترودكشن كلها بالانجليش ومترتبه ومتنظمه مظبوط. يس اتعلمت كتير مش من الكليه من الكورسات اللي اخدتها وانا في الكليه. حلو. هنا بقى هنلخص كل واحد فينا هيقول حاجتين الناس تعملهم وحاجتين الناس ما تعملهمش. يس. يعملوا ايه؟ خلينا نقول للناس على حاجتين ما يعملوهاش بخصوص الجامعه. اول حاجه ما تخليش الجامعه اهم حاجه في حياتك لان هي مش اهم حاجه في حياتك. وفي حاجات كتير تانية مهمه واهم منها فما تخليش هي تركيزك الاول. تاني حاجه على قد ما تقدر ما تحضرش المحاضرات. صدقني انا عارف انا بقول لك ايه كويس. مش اكتر حاجه فادتني في حياتي هي الجامعه خالص. بالعكس السيلف ليرنينج هو اللي علمني. الكورسز هي اللي علمتني. ومن هنا نقدر نقول ايه الحاجه اللي تعملها في الجامعه. حاجتين ممكن نقولهم للناس يعملوها. اول حاجه خلي كل تركيزك على انك تستفيد بوقت الجامعه ده في انك تتعلم حاجات مفيده في حياتك تفيدك في سوق العمل لما تتخرج. يعني بص نظرة أبعد. ما تبصش على السنة الرابعة. بص على السنة الخامسة لما تيجي تشتغل ايه اللي هعمله دلوقتي في وقت الجامعة ده يفيدني لما اتخرج في نهاية السنة الرابعة. ده أهم بكتير من اللي انت قاعد تتعلمه. خد بالك ان اللي انت بتتعلمه جوه الجامعة ده هو مفروض عليك. لكن اللي انت بتتعلمه بالكورسز انت اللي بتختار تعمل ايه. وبالتالي هتكون أفضل وأحسن وأشطر في الحاجات اللي انت بتختارها. الحاجة التانية اللي يعملوها وهم في الكلية ان هم يستغل فكرة الكوميونيكيشن. انت محتاج تتعامل مع اكبر قدر من الولاد والبنات علشان تتعلم ازاي انك تكسر حواجز التواصل. محتاج تتعلم انك تكسر حواجز التواصل مع الناس في الفترة دي لان دي اهم فترة. لان دي بتبني وبتشكل شخصيتك في المستقبل من ناحية التواصل بين الناس. انتي بقى انا هقول لهم لو هيعملوا حاجتين بصراحة برا الجامعة برا مصر اصلا دوروا على منح دوروا على كورسات لانه السفر والدراسة مع السفر من اجمل وامتع الدروس اللي ممكن تمروا بيها في حياتكم وهتغير حاجات كتير في شخصيتكم انتوا مش متخيلينها الا لما هتحصل. فهتفتح اصلا كمان افق في الشغل مش بس جوه مصر. انت تقدر بعد ما تطلع تدرس بره تقدر تشتغل في اي حتة في اي نقطة على كوكب الارض تقدر تشتغل اي حاجة. فافتحوا لنفسكم مجالات في انكم تاخدوا منح وكورسات تبادل ثقافي تبادل طلابي اي شيء ممكن يضمن لكم ان انتوا تتعلموا حاجة جديدة بره الجامعة او بره مصر. جو هيد روحوا عليه وتعلموا منه. الحاجة التانية اللي يعملوها في الجامعة هو انه الناس اللي يتعرفوا عليهم وهم بيدرسوا لازم يبقوا حاطين طول الوقت درس معين او رسالة معينة هم هياخدوها من وراء الاشخاص دول. الاشخاص اللي هتعدي على حياتكم لا هتديكوا درس ولا هتنقلكوا رسالة. بسرعة نظفوا حياتكم منها لان انتوا هتبقوا بتاخدوا مكان شخص اهم
كان ممكن يدخل في حياتكم في التوقيت ده. فعادي جدا يكون التيرن اوفر سريع في العلاقات عندكم في الجامعة، لأنكم عندكم لسه مساحة تعرفوا أكبر قدر ممكن من الناس اللي انتوا بتتعرفوا عليهم في الجامعة هم 10 أضعاف الناس اللي انتوا بتتعرفوا عليهم في الشغل. فاستفيدوا على قد ما تقدروا من الفرصة اللي بتتفتح لكم دي، وخاصة انكم بتكونوا موجودين في مكان واحد لوقت طويل. استفيدوا منه. ايه اللي ما تعملهوش بقى؟ انكم ما تقعدوش وقت طويل مع الناس دي، لسبب لانه في المراحل دي بتترسم شخصيتكم. فحاولوا على قد ما تقدروا شخصيتكم ما تكونش لقطة من اي حد حواليكم، لانه جمال شخصيتكم في انها مختلفة، مش في ان في حد مؤثر عليها في طريقة تفكيرها صح. او في شكلها او في اختياراتها. فاتعلموا منهم، استفيدوا منهم، وقضوا وقت اكبر مع نفسكم ترسموا شخصيتكم. وايه اللي كمان ما تعملهوش هو ان انتوا تبقوا متخيلين ان الحياة يا اما تطلع تشتغل في وظيفة معينة من مجال اللي انت بتدرسه، يا اما انت كده بقيت فاشل. مش مشكلة، غير كاريرك في اي وقت تحس فيه انك انت مش قادر تدي للمكان ولا المجال. لسه عندك فرصة، ولسه عندك 100 فرصة. مش انك في سنة 4 وفاضل لك سنة تتخرج بقت نهاية العالم، لا. صدقني أسوأ بكتير من ان انت لما تتخرج وتندم على ال4 سنين اللي انت من سنة أولى كنت عايز تغير فيهم التخصص بتاعك. صح. وترجع تبدأ تاني من الصفر. صح. وحتى ايفن لو ده حصل مش مشكلة. انا كنت بشوف ناس معايا تعليم مفتوح، واحدة ست عندها 55 سنة جاية تدرس. ليه؟ لأنه هي حبت تجارة بعد ما كبرت واتجوزت وخلفت وربت ودخلت عيالها المدارس والجامعات وتخرجوا، قررت انها تدخل تتعلم. بحترم الناس دي قوي على فكرة، لأن هي الناس دي لسه عندها كونسبت التعليم موجود ومربوط في دماغها، وحريصة انها تتعلم. صح. وحريصة انها تستفيد من كل دقيقة، من كل لحظة. نعم. وبس. انا عارفة انت شكلك مش مقتنع يا إيمان. عايز أعرف إيمانك الحقيقي في فكرة هل الجامعة مهمة ومفيدة للناس ولا لأ؟ ده سؤال محرج قوي. لا احنا عايزين تخيلي كده. انا الجامعة اهميتها عندي. استاذة ايمان. أيوة. استاذة ايمان. استاذة ايمان خليني استاذة سارة. استاذة سارة يا استاذة سارة. عايز اسالك على حاجة. لو واحد بيتفرج علينا عنده دلوقتي 15 سنة وكمان شوية هيدخل جامعة وعايز يعرف مننا الاكسبيرينس بتاعته الحقيقية، هل هيستفيد بجد من الجامعة ولا لا؟ هقول له ادخل الجامعة اللي بتخدم التخصص اللي انت عايزه. مش مجموعه مش هيجيبها، لان مش مشكلة. لان الاستراكشر مش مبني صح. مجموعك مش هيجيبها جوه مصر. عشان كده بقول لك لسه عندك فرصة تدرس بره مصر. ممكن تدرس في جورجيا، ممكن تدرس في تركيا. Is it realistic يا ماما؟ It is realistic. ممكن تدرس في الصين. ماشي. طب والناس اللي تعرف كم من الطلبة المصريين اللي بيدرسوا في الصين؟ يا استاذة سارة سريعة. احنا بنتكلم على ناس ممكن ما يكونش معاها فلوس تسافر بره. يا استاذة سارة انا ما بكلمكش على فلوس. طب هل المنح دي مجانية؟ مجانية وبتاخد كمان مرتب شهري. اوكي. ممكن المعلومة دي مش موجودة عند كل الناس، فاحنا محتاجين نهايلايت المجال اللي انت عايزه. قال لك المثل ايه؟ ابحثوا عن العلم ولو بجنيه في الصين. اوكي. انا فاكره بجنيه فعليا. ولو في الصين. ماشي. يعني لو المجال اللي انت عايز تدرسه هو في الصين بجد، سافر على الصين وتعلم. ماشي. انا بس بتكلم على انا معاكي، بس انا بحاول منح مجانية. ماشي يا استاذة سارة ثانية واحدة. بصي اللي انا بتكلم فيه ايه، ان انا بحاول اخلي الحاجة دي قد ايه واقعية للناس. الناس اوقات مش بيكون معاها فلوس، مش عارفين الطريقة. يس. فاحنا النهارده احنا بنهايلايت على الطريقة. يا جماعة الناس اللي مش معاها فلوس تسافر بره، لو ما لقيتش التخصص اللي هي بتحبه جوه مصر تعمل ايه؟ تدور، وان شاء الله ربنا يكرمها وتلاقي المنحة المجانية اللي إيمان بتقول عليها مجانية. انت سألتني في اول حلقة لو اقدر ارجع بالزمن. لا انا سألتك السؤال ده. سألتك سؤال في اول حلقة، لو تقدر ترجع بالزمن تغير ايه؟ يمكن انا ما كانش عندي رد لو انت كنت سألتني السؤال ده هقولك ايه. بس دلوقتي انا لو رجع بيا الزمن وانا فعلا عايزة اتعلم اعلام، ما كنتش هستسلم. صح. وادخل تجارة. اتفق معاك. لا، كنت هدور على اعلام في اي حتة في العالم، لانه اكيد كان الحاجة اللي هتخليني كل لحظة بقضيها في المكان ده وانا حابة اللي انا بتعلمه هستفيد. هقول لك حاجة بقى. انا عندي فكرة. قولي. عندي فكرة. اتفضل.
تعالي نجرب نسأل تشات جي بي تي اوه هل الجامعة مهمة ولا لا. هارش. أول مرة نجرب تشات جي بي تي. النهاردة احنا أول مرة نجرب نتكلم مع تشات جي بي تي. الجزء اللي جاي ده تشات جي بي تي هو اللي هيجاوب عليه مش احنا. اسألي كده يا إيمان. تشات جي بي تي عايز أسألك على موضوع مهم جدا. الارتباط في الجامعة ليه مستقبل ولا تضييع وقت؟ الارتباط في الجامعة ممكن يكون ليه مستقبل لو الاتنين عندهم نفس الأهداف والقيم ومستعدين يشتغلوا مع بعض لتحقيقها. لكن في نفس الوقت العلاقات في الفترة دي ممكن تكون صعبة بسبب تغيرات الحياة وتحديات الدراسة. المهم هو التواصل الصريح وفهم بعض كويس. بقول لك يا تشات جي بي تي بالله عليك تتكلم معاه باللهجة المصرية عشان مش بفهم اللغة العربية بتاعتك دي. أكيد مفيش مشكلة، هنكمل باللهجة المصرية. قولي إيه اللي عايز تسأل عنه؟ بص يا باشا دلوقتي أنا عايز أعمل صحاب في الجامعة، تعرف تقولي إزاي؟ تمام، علشان تعمل صحاب في الجامعة ممكن تبدأ بالانضمام لأنشطة طلابية أو نوادي. دي أماكن هتلاقي فيها ناس بتشاركك نفس الاهتمامات. كمان ممكن تقعد في الأماكن العامة زي الكافيهات أو المكتبة وتبدأ محادثة مع حد، وأهم حاجة حاول تكون ودود وابتسم. تشات جي بي تي ممكن أستأذنك تطلبي من الناس تعمل سبسكرايب للصفحات بتاعتنا على الفيسبوك واليوتيوب. طبعا ممكن نختم الحلقة بقول وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة عن أول مرة ندخل الجامعة. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من التجارب اللي شاركناها. ما تنسوش تشاركونا تجاربكم وأول مرة ليكم في الجامعة على صفحاتنا على السوشيال ميديا، وعايزين نطلب منكم تعملوا سبسكرايب لصفحاتنا على الفيسبوك واليوتيوب. شكرا لكم ونشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي. باي.